السلام عليكم حبايبي دفعة 27، يا رب نكون بخير. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض فيديوهات حل مذكرة الأسئلة. الحمد لله كنا خلصنا مع بعض الفيديو الأول من شابتر 2 الحصة اللي فاتت، والنهاردة بنبدأ مع بعض الدرس الثاني اللي كان بيتكلم بقى عن اليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي والكدنس طبعا ازاي بتقدر تشتغل، واتكلمنا كمان عن النيرفس سيستم او جزء السنسيشن الخلايا العصبيه والحالات المختلفه اللي طبعا عن طريقها تقدر تنقل النيرف امبولس الرسائل العصبيه. يلا بينا نشوف الاسئله بتقول ايه علشان اللي عنده اي خطا يقدر يحله. اول حاجه بيقول لي the opposite figure shows some body organs. اللي قدامنا دي بعض البادي اورجانز that participate اللي بتشارك في الاكسكريشن. نمبر ايه دي يا جماعه؟ هي طبعا كلنا عارفين انها اللنجز، ونمبر بي يا شباب هو الكدنز. السؤال بيقول لي عايز اعرف مين excreted by organ A، مين اللي بيطلع من organ A ولا يتم اخراجه باورجان B. هل ال H2O؟ لا. اللنجز بتطلع ووتر فيبور والكدني بتطلع يورين في ووتر، وبالتالي الووتر يعتبر كومون، حاجه مشتركه من الاثنين. السي او 2 هي الاجابه، لان اكيد اللنجز بتطلع سي او 2 اما الكدنس مش هتطلع سي او 2. سبايسز معناها توابل، وطبعا دي مش الاجابه يعني بعيدا عن الكلام اللي شرحناه عشان مش عايز ازود تفاصيل، ولكن في معدل او جزء من التوابل بيطلع على فكره من اللنجز مع الاجزاء المتطايره من التوابل بتطلع مع هواء الزفير، وفي على فكره جزء من التوابل بيطرد مع الكدنس. لكن عموما هي كده كده مش عليك، ولو انت عايز تعرف بقى الدقه هم دي حاجه كومن بين الاثنين. اليوريا هي اليوريا excreted by B not by A. اليوريا طبعا مكون سام جدا بيطرد عن طريق B not by A، لكن هو عايز اللي بيطرد ب A مش ب B، يبقى الإجابة CO2. السؤال رقم 2 بيقول لي which of the following is from the functions of human skin epidermis. مين من دول يعتبر من الوظائف بتاعة السكين ابيدرمس؟ الابيدرمس دي يا جماعة اللي هي طبقة البشرة، هي الطبقة الخارجية اللي موجودة على سطح الجلد. هل هي بتديكريز البادي تمبريتشر؟ الإجابة لا، مش هي المسؤولة عن الموضوع ده. اللي ممكن يساهم في ديكريز البادي تمبريتشر هو الطبقة اللي بعد الابيدرمس، اسمها ايه بقى؟ اسمها سكين ديرمس. والسكين ديرمس دي بيكون فيها سويت جلاند، سويت جلاند اللي هي الغدد العرقية، والغده العرقيه بتطلع سويت، والعرق يا جماعه بيكون ليه دور في خفض درجه الحراره. عموما مش دي الاجابه. extracting urea from the blood برضو لا، ده يا جماعه نفس الكلام، ده دور السكين ديرمس، لان السويت جلاند هي اللي بتعرف تطلع بعض مكونات اليوريا بره الجلد. ايه ده؟ هو الجلد بيطلع يوريا؟ نسبه قليله جدا جدا، معظم اليوريا بتطلع عن طريق الكدني، ده شيء معروف. برودكشن اوف سويت برضو لا، برضو نفس الكلام، دور السويت جلاند. هي الاجابه نمبر دي، بريفنت البكتيريا انفيجن يعني غزو او هجوم البكتيريا. فعلا هنلاقي ان الابيدرمس طبقه البشره بتمنع اختراق الميكروبات، يبقى الاجابه تبقى نمبر دي بريفنت ذا بكتيريال انفيجن، يعني بتمنع الغزو البكتيري للجسم. سؤال رقم 3 which of the following organs يعتبر first line of defense in human against microbe. خط الدفاع الاول. خط الدفاع الاول هيكون هو السكن. ليه؟ لان هو اول حد بيواجه الميكروبات اللي بتحاول تخترق الجسم. مع احترامي للباقي هو اكيد ليهم ادوار مناعيه، ولكن خط دفاع اول يعني هو في مواجهه الميكروبات مباشره، وده هيكون دور السكن. كيراتين. ايه الكيراتين دي يا مستر؟ اتكلمنا قبل كده ان الكيراتين هي عباره عن ماده خشنه، هتلاقي ان هي بتكون موجوده كفر ذا ابيدرمس. الكيراتين ده بيكفرز ذا ابيدرمس، بيغطي طبقه الابيدرمس. طيب بيعمل ايه؟ قال لي والله هو بيبروتكت البادي، بيحمي الجسم مينلي باي ايه؟ هل بروديوسنج ميلانين؟ لا يا جماعه، الميلانين ده بيدي الجلد اللون بتاعه. اكواير البادي كولر يعني الحاجه اللي تخلي لون الجلد بتاعي فاتح او غامق هو كميه الميلانين، ودي صبغه بروتينيه مسؤوله عن اعطاء الجلد اللون المميز بتاعه. فورمينج بروتكتيف سيرفيس، لان الكيراتين هيعتبر سطح بيحمي الميكروبات، فتبص تلاقي ان الكيراتين hardly to be penetrated، صعب جدا ان هو يتم الاختراق بتاعه، hardly to be penetrated. طيب filtering blood plasma ده مش دور الكيراتين. طب secreting sweat برضو لا، اذا رقم 4 هتكون اجابتها يا جماعه عندنا نمبر بي. سؤال رقم 5 البينيزم. ايه البينيزم ده يا جماعه؟ دي حاله قلنا عليها تعتبر عدو الشمس. مين عدو الشمس ده؟ الشخص الابيض خالص اللي احنا قلنا عليه في فيديو الشرح ده، اللي هو هتلاقي ان الجلد بتاعه ما بيطلعش ميلانين، ملوش لون، ونفس الكلام في الشعر. فالالبينيزم ده بيبقى بسبب ايه؟ هل انكريس في الكيراتين سينسز؟ يا جماعه لا، الكيراتين ده اتفقنا ماده خشنه بتمنع بريفنت الميكروبيال بنتريشن، لكن ملهاش علاقه بلون الجلد.
طيب هل نمبر بي يعني بيقول لي هنا reduced or absent melanin senses؟ senses يعني بناء، هو ده السبب، يعني نقص الميلانين او ربما عدم تكوينه هو ده اللي بيعمل حاله الالبينيزم. excessive sweat production، ان انا اعرق كتير، ده مش مالوش دعوه مالوش دعوه بالالبينيزم. failure of renal filtration، renal filtration يا جماعه يعني الترشيح الكلوي، ايه علاقته ده بالالبينيزم؟ طبعا الترشيح الكلوي ده مهم لطرد المحتويات بتاعه اليورين بره. اذا رقم 5 هتكون اجابتها بي. سؤال رقم 6، الاورجان اللي بيخزن اليورين بشكل مؤقت مين هو؟ اكيد اليورينري بلادر اللي هو المثانه البوليه، ده اللي بيخزن اليورين. حد فاكر نوع العضلات بتاعته ايه؟ سموث. اما الكدني ما بيخزنش، الكدني هو اللي بيعمل بروديوس لليورين، هو اللي بينتج اليورين اصلا. طب اليوريتر، قلت له اليوريتر بيترانسفير اليورين، ينقل اليورين اللي تم تكوينه عن طريق الكدني الى اليورينري بلادر اللي بتقدر تستور اليورين بشكل مؤقت temporarily لحد ما تروح لليوريثرا اللي بيقولوا عليها بالعربي قناه مجرى البول، ودي بقى بتكسكريت اليورين، بتطرد اليورين بره الجسم خالص. اذا رقم 6 تكون اجابتها سي. سؤال 7 بيقول لي which of the following illustrates the correct pathway، عايز يعرف هنا الطريق الصحيح to get rid of urea، عشان نتخلص من اليوريا. احنا لسه متكلمين عنه، اللي بينتج اليوريا هو الكدني، فالكدني اول حاجه. طب الكدني ثم يوريثرا، قلت له لا، الكدني ثم يوريتر، اليوريتر بينقل اليورين يتخزن في اليورينري بلادر ويتم طرده بره خالص عن طريق اليوريثرا. انما اوديه لليوريثرا وبعدين اليورينري بلادر، اكيد لا، اليوريثرا دي بتطلع بره خالص. يبقى رقم 7 هتكون اجابتها الصح نمبر سي. سؤال رقم 8 بيقول لي which of the following is not urine component in normal cases، مين من دول لا يعتبر مكون من مكونات اليورين في الحالة الطبيعية؟ اليورين يا جماعة هو سائل، مكوناته الطبيعية عبارة عن ووتر، وطبعا يوريا ده المكون السام، وطبعا سولتس اللي هي الاملاح. اما البروتين فالطبيعي ان هو ما يكونش موجود في اليورين. البروتين اصلا نوت فلتر، المفروض ان البروتين ما بيعديش عشان يوصل للجزء بتاع بقى بتاع الداكتس بتاعت النفرون او القنوات النفرون تيبيولز وهكذا، فالمفروض ان البروتين نوت فلترد. فاكر ليه؟ ديو تو لارج سايز، بسبب الحجم الكبير بتاعه. فيا جماعه مفروض ان البروتين ما يعديش، طالما البروتين عدى يبقى ده كده في حاجه مش طبيعيه. في الحالات الطبيعيه هلاقي في اليورين في سولت، هلاقي في ووتر، هلاقي في يوريا، دي مكونات اليورين كده كده. انما بروتين ما كانش المفروض يعدي اصلا. يبقى الاجابه هتبقى نمبر ايه. سؤال رقم 9 بيقول لي عايزين نعرف الفلويد اللي هتبقى موجوده في رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. رقم 1 ده يا جماعه هو بلاد فيزل، فاللي بيبقى جاي هنا ده بلاد. حلو، تمام. البلاد بقى فيه مكونات كتير، المكونات الصغيره بتعدي لرقم 2 اللي هو البومن كابسول، ده اسمه رينال فلتريت. رينال فلتريت. اما الحاجات اللي حجمها كبير ما كانتش بتعدي. طب الرينال فلتريت ده عباره عن ايه؟ قلت له حاجات كتير. الرينال فلتريت ده عباره عن ووتر، عباره عن يوريا، عباره عن جلوكوز، عباره عن امينو اسيدز، عباره عن فيتامينز، وحاجات كتير 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 كتير. هل انا بقى هسيبها تخرج؟ قلت له لا، المفروض اعمل ري ابزوربشن زي ما احنا اتكلمنا في الشرح، واعمل استعاده للمكونات اللي الجسم عايزها، والباقي اطرده. اللي بيطرد 3 ده هيكون هو اليورين، اللي بيطرد رقم 3 ده يا جماعه هيكون هو اليورين. فاليورين ده المكون او الحاجات اللي احنا مش عايزينها بقى تطلع بره، وبالتالي يا جماعه رقم 3 هيكون يورين. اذا خلينا نقول ان نمبر 1 دي بلاد، ونمبر 2 ده رينال فلتريت، ورقم 3 هيكون هو اليورين. اذا رقم 9 هتكون اجابتها بي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 10. The ureters transfer urine منين لمنين؟ قلت له هل من اليورينري بلادر تو اوتسايد بودي؟ لا يا حبيبي، انها تمشي من اليورينري بلادر اوتسايد بودي ده دور اليوريثرا مش دور اليوريتر. يوريثرا قناه مجرى البول، اليوريتر بيقولوا عليه بالعربي هالحاله. الكدني يورينري بلادر، ايوه هي دي. فهتلاقي ان احنا بننقل اليورين من الكليه بره الجسم الى اليورينري بلادر، تتخزن بشكل مؤقت لحد ما تطلع بره الجسم. من الدم للكليه برضو لا، الدم اصلا مش هيدي الكليه يورين على طول، ده الدم بيروح يتفلتر واطلع المكونات الضاره اسميها يورين. طب من اليوريثرا للبلادر، قلت له اعمل اليوريثرا دي بتطرد بره الجسم خالص. يبقى رقم 10 اجابتها دي. 11 which substance normally doesn't pass through filtration barrier in nephron؟ بصوا يا شباب، هنا اللي بيمر بيكون القصه مش حسب النيد، لا ده بيكون according to size. هو بيقول لك مين اللي مش هيعدي doesn't pass. اللي doesn't pass عنده large size، عنده حجم كبير.
من شويه قلنا مكونات الرينال فلتريت، فالووتر بتعدي على فكره، الميه هتعدي، والجلوكوز بيعدي حاجات حجمها صغير، واليوريا بتعدي حجمها صغير، انما اللي مش هيعدي ابدا هو الريد بلاد سيلز ديو تو اتس لارج سايز، بسبب حجمها الكبير. لا هي ولا الوايت بلاد سيلز ولا البليتلتس ولا البروتين، الحاجات دي ما تقدرش تعدي لكبر حجمها. سؤال رقم 12 بيقول لك بقى هنا لو السلكتيف ري ابزوربشن ستوب كومبليتلي، طبعا احنا عارفين ان في مكونات كتير بتتفلتر عشان حجمها صغير، مش هينفع كلها تطلع. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل ري ابزوربشن، اعاده امتصاص اختياري لما يحتاجه الجسم. طيب هو بيقول لك بقى اذا افترضنا ان الموضوع ده هيتوقف، لو السلكتيف ري ابزوربشن ستوب كومبليتلي، اليورين what contain increase amount of ايه؟ هتلاقي ان هو في كميه كبيره من اليوزفول سبستانس زي الجلوكوز، خلاص ما الحاجات دي بقى كده كده ما عرفناش نرجعها. اما الريد بلاد سيلز والبروتينات والبليتلتس كده كده اصلا هي نوت ري ابزوربد، لان هي اصلا مش فلترد، يعني هي ما عدتش علشان اعيد امتصاصها، فما تفكرش فيها اصلا. يبقى رقم 12 هتكون اجابتها ايه. السؤال اللي بعده سؤال رقم 13 بيقول لي which of the following graphs illustrates the effect of a change in the atmospheric temperature x. اتكلم هنا عن الحراره x والريت بتاع اليورين اكستراكشن لشخص هيلثي. بص يا سيدي، احنا بنتكلم عن في السمر، في الصيف جو حر جدا، ولما الجو يبقى حر جدا انت عارف انت انا هعرق كتير، فساعتها السويتنج بيزيد. اذا في الصيف اليورينيشن يقل، يبقى في الصيف اليورينيشن بيقل، والعكس هيكون في الشتاء. يعني في الوينتر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الحراره بتنخفض، وساعتها العرق هيقل، وساعتها اليورينيشن التبول هيحصل له ايه؟ هيزيد. الناس بتخش في الحمام، بتخش الحمام في الشتاء كتير، وبالتالي احنا هنا بنتكلم عن ارتفاع درجه الحراره يعني السمر، ومع السمر القصه بتاعه اليورينيشن اصلا بتقل، وبالتالي العلاقه انفرس. ففعلا في تحول درجات الحراره من 15 ل 40 اكيد معدل خروج اليورين اكيد بيكون بيقل، لان ساعتها الجسم هتلاقي ان هو شغال على خروج طبعا الميه عن طريق السويتنج. سؤال رقم 14 بيقول لي which choice in the following table causes the increase in the amount of urine لhealthy person. انا عايز اشوف الظروف اللي تخلي ان اليورين يطلع كتير. temperature of environment لسه قايلين ادخل الحمام كتير لو التمبريتشر قليله، يعني قلت لك في الصيف احنا ما بندخلش حمام كتير. طيب البرفورمد اكتيفيتي نفس الكلام، لو انا ما بعملش تمارين رياضيه كتير يبقى انا مش هعرق، وبالتالي لو انت بتتكلم عن اللي يزود نسبه اليورين يبقى ايه؟ ان انا ما بعملش تمارين رياضيه، لو عملت تمارين رياضيه هعرق فهقلل نسبه اليورين. طب الفوليوم اوف درانك ووتر لا كتير، لان انت لو شربت ميه كتير هتضطر تدخل الحمام كتير، يبقى انا عايز اختار لو ثم لو ثم لارج، يبقى الاجابه تبقى نمبر ايه. اما قصه اكسس يعني زياده، ده مش صح، احنا قلنا لازم اقلل البرفورمنت اكتيفيتي لو عايز اليورين يبقى كتير. طيب هنا برضو لا سوري هنا لكن القصه هنا ان التمبريتشر هاي ما ينفعش، وهنا برضو اكسس لا، يبقى رقم 14 هتكون اجابتها نمبر ايه. سؤال رقم 15 هنا بقى جايب لي النيرفس سيستم، وبيقول لي مين هنا يعتبر سنترال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين، وعندنا كمان السباينال كورد، مالناش دعوه بالنيرفز بقى. تعالى كده نقرب للصوره ونشوف ده ايه. اولا نمبر ايه ده البرين، نمبر بي ده اسمه كرينيال نيرفس. نيرفس يعني اعصاب، يعني كرينيال دي يا مستر اعصاب مخيه، دي اعصاب طالعه من المخ مالناش دعوه بيها، دي مش تبع السنترال نيرفس سيستم. طيب ايه كمان نمبر سي دي اسمها سباينال نيرفس، اعصاب لانها اعصاب طالعه من الحبل الشوكي، اذا حابين نترجمها بالعربي هيكون اسمها اعصاب شوكيه. طب نمبر دي ده مين بالظبط؟ نمبر دي ده هيبقى السباينال كورد، واحنا قلنا ان السنترال نيرفس سيستم هو البرين والسباينال كورد، يعني نمبر A and D. انما يا جماعه نمبر B and C دول نيرفس، نمبر B and C دي عباره عن اعصاب، والاعصاب هتنتمي الى البريفيرال نيرفس سيستم اللي بيقولوا عليه بالعربي الجهاز العصبي الطرفي. هو ما سالش عن البريفرال، هو سال عن النيرفس اللي هو الجهاز العصبي المركزي. سؤال رقم 2 بيقول لك تفتكر مين كوريكت عن النيرف سيل؟ هل النيرف سيل عندها سنتروسوم؟ لا. ليه؟ لانها doesn't divide، هي لا تنقسم. طيب has the ability to divide؟ ما احنا قلنا لا. contains nucleus doesn't contain mitochondria، قلت له اكيد فيها mitochondria، اذا رقم 16 هتكون اجابتها سي.
سؤال 17 بيقول لك what are the states of the nerve fiber at the regions B و C respectively. ايه ده بقى ان شاء الله؟ قلت له اولا في سهم هنا بيعبر عن نقل الاشاره العصبيه، ده nerve impulse. واضح كده ان الاشاره العصبيه هي حاليا بتنتقل عبر بي. بص يا سيدي، بي دي هتلاقي ان الانر سيرفيس بتاعها، بص الانر اهو بوزيتيف، اذا النمبر بي دي هتكون في حاله من الديبولاريزيشن زي ما شرحنا، اللي هي الخلايا العصبيه في حاله اثاره. نمبر ايه من شويه كانت الايه، هتلاقي ان الخلايا العصبيه كانت عندها هنا ستيميوليشن وبدات تنتقل الاشاره العصبيه الى بي. نمبر ايه الصح يا جماعه؟ بنقول عليها مرحله الريبولاريزيشن، وهي في طريقها الى العوده الى البولاريزيشن. سي دي بقى البولاريزيشن اللي لسه ما وصلناش اصلا بالاشاره العصبيه ليه. عايز يعرف دلوقتي مين بي وسي، يبقى هتبقى دي بولاريزيشن ثم بولاريزيشن، وبالتالي رقم 17 كده يا جماعه هتكون اجابتها عندنا نمبر سي. نروح للسؤال اللي بعده. يقول لي which of the following causes a change in the potential difference على السايدز بتاعت النيرف فايبر عشان توصل لبوزيتيف 40. طبعا احنا عارفين ان في حاله البولاريزيشن بيكون البوتنشال ديفرنس في الوقت ده نيجاتيف 70 ملي فولت، وعشان اقدر اوصل الى الحاله بتاعه الديبولاريزيشن وان يكون عندي البوتنشال ديفرنس بوزيتيف 40، انت عارف ان لازم ساعتها الصوديوم يدخل جوه الخلايا العصبيه او جوه السيل، وبالتالي القصه هنا كلها هتكون دخول الصوديوم، ان فلو اوف صوديوم، فالاجابه هتبقى نمبر ايه. طبعا اوت فلو يعني خروج، لا انا عندي اصلا في الوقت بتاع البولاريزيشن الصوديوم بيكون بره، في حاله الديبولاريزيشن الصوديوم بيكون جوه، اذا السبب هو دخول الصوديوم، وبالتالي هتبقى الاجابه نمبر ايه. Question number 19. The opposite figure illustrates the membrane of nerve fiber during different stages. طبعا هنا واضح ان دي حاله الديبولاريزيشن. عرفت منين يا مستر ان دي حاله الديبولاريزيشن؟ طول والله علشان ان احنا عندنا هنا كده هتلاقي ان الانر بوزيتيف، وطالما ديبولاريزيشن اذا هيبقى ساعتها البوتنشال ديفرنس هيبقى بوزيتيف 40 ملي فولت. طب نمبر ايه؟ قلت له بص يا مستر هو انا بس الاول عندي نمبر بي ده هيبقى بوزيتيف 40. نمبر ايه دي حاله بولاريزيشن. هنا بقى احنا مش محددين اتجاه الاشاره العصبيه، فده هيبقى بولاريزيشن يعني هيكون اللي بره بوزيتيف اذا نيجاتيف 70، اذا هتبقى الاجابه عندنا نمبر ايه. سؤال رقم 20 بيقول لي the opposite graph shows the stages through which the neuron passes. خلي بالك بقى نمبر ايه، طبعا احنا عارفين ان دي هتبقى الحاله بتاعه البولاريزيشن. نمبر ايه دي هتكون حاله البولاريزيشن. اما من بعد بي بقى ده بدأ الصوديوم يدخل، وبالتالي دي حالة من الدي بولاريزيشن. سي اقصى دي بولاريزيشن، واحنا نازلين بقى من سي الى دي ده يا جماعة هيكون اسمه ري بولاريزيشن، اسمه ري بولاريزيشن. عموما at which point the sodium ion concentration reaches the maximum value. قلت له هنا في سي يعني ايه؟ قلت له يعني الصوديوم بيفضل يدخل يدخل يدخل، وعندي سي هنا هيكون اعلى ما يمكن لان ده اقصى ديبولاريزيشن موجود، وبالتالي هتبقى الاجابه نمبر سي. رقم 20 اجابتها سي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 21 بيقول لي from the opposite figure، في الفيجر اللي قدامك which of the following statements doesn't agree with structure X. مين هنا لا يتفق مع X؟ مين X ده اصلا؟ X ده يا مستر هو حاجه اسمها synaptic vesicles، والسينابتيك فيزيكل دي من جواها بتحتوي على النيورو ترانسميتر. طبعا اللي قدامنا ده شكل ساينابس. نيورو ترانسميترز دي اللي هي معناها بالعربي نواقل عصبيه، ودي بتبقى مواد كيميائيه مسؤوله عن نقل الاشارات، واشهرها هو الاسيتايل كولين زي ما انت عارف. طبعا للعلم بالشيء الخضراء دي هي الميتوكوندريا، شكلها واضح جدا اللي بتطلع الطاقه في صوره ATP. وعندنا هنا الواي دي هتكون يا سيدي هي ريسبتورز فور اسيتايل كولين، دي مستقبلات للاسيتايل كولين، لان احنا عارفين هتلاقي الجزء اللي على ايدك اليمين ده هنا هيبقى اسمه البري ساينابتيك، لان الحته دي هتبقى هي البوتون او النوب، والاشاره لما بتوصل لاول مره بتوصل من هنا، وبعد كده بتوصل بقى الى البوست ساينابتيك اللي هو بيستقبل اشارات. عموما عايز يعرف هنا مين من دول doesn't agree with X، مين لا يتفق مع X هنا؟ هل it is affected by calcium؟ خلي بالك انا عايز الغلط. affected هي affected فعلا، فده agree، لان مفروض ان الكالسيوم
هو اللي بيحرر من جواها الاسيتايل كولين، فهي افكتد. طيب اتس كونتنت افكت باي كولينستريز، حقيقه، ما هو اتس كونتنت ده اللي هو الاسيتايل كولين. طب ما هو بيتاثر بالكولينستريز انزيم، وزي ما شفنا في الشرح ان هو بيخلي الاسيتايل كولين ده يتكسر. طيب ات كونتين نيورو ترانسميترز، يا باشا كونتين نيورو ترانسميتر، ما احنا لسه كاتبين اهو. فاوند ان سيل بودي، لا طبعا دي دازنت اجري. لا السيل بودي ده اللي هو جسم الخليه باشا، ده هنا في نهايه اصلا الخليه، وبالتالي رقم واحد هتبقى اجابتها دي. طب وات داز ستراكشر واي ريبريزنت؟ قلت لك ده ريسبتور، فهي مش كالسيوم بامب، الكالسيوم بامب ده بيكون هنا. اسيتايل كولين ريسبتور صح، ساينابتيك فيزيكال دي اصلا هي اكس، بري ساينابتيك ممبرين دي الناحيه الثانيه خالص، وبالتالي رقم 2 هتبقى اجابتها بي. سؤال رقم 22. What happened when acetylcholine binds to its receptor out the dendrites؟ يعني ايه الكلام ده؟ قلت له يعني دلوقتي المفروض ان احنا عندنا ريسبتورز على الممبرين، لو وصل للريسبتور ده اسيتايل كولين ايه اللي هيحصل؟ قلنا يا جماعه ان بمجرد وصول الاسيتايل كولين هتلاقي ان الصوديوم اللي مزنوق بره ده ونفسه يدخل هيبدا يدخل جوه. قلت لك الاسيتايل كولين ده عامل زي الواسطه، يتوسط ل البري ساينابتيك ممبرين، انه النبي بعد اذنك كده دخل لنا الصوديوم جوه، فهيبدا الصوديوم يدخل جوه. يبقى القصه هنا هو انفلو اوف صوديوم. ايوه، طب انفلو لمين؟ هو الممبرين اللي عليه الريسبتور بري ولا بوست ساينابتيك؟ قلت له طبعا يا مستر بوست ساينابتيك. يبقى هتبقى الاجابه عندك نمبر ايه، البري ساينابتيك ده هو اللي طالع منه الاسيتايل كولين، يبقى رقم 22 اجابتها ايه. رقم 23 بعد كده بيقول لك الستورج سايتس اوف اسيتايل كولين، قلت له والله يا باشا الكلام ده بيبقى في الساينابتيك فيزيكلز، والساينابتيك فيزيكلز دي موجوده فين؟ قلت له والله موجوده في التيرمينالز اربورايزيشن، اللي هي النهايات العصبيه، وتحديدا عند الساينابتيك نوبس، او زي ما بنقول عليها بوتومز، اللي هي فين؟ قلت له اهي، دي رقم 4. اما رقم 1 ده طبعا هنا هو مشاور على السيل بودي من بره، ورقم 2 ده نيوكليوس، ورقم 3 ده الاكزون اللي هو محور الخليه العصبيه، فده كله ما بيكونش فيه اسيتايل كولين. اسيتايل كولين او النيورو ترانسميتر موجوده في نمبر 4. نروح للاسئله المقاليه، والمره دي جايب لي صوره كدني وبيقول لي كومبير ما بين اكس وواي حسب كميه اليوريا. مين اكس ده اصلا؟ اكس ده يا جماعه اسمه رينال ارتري. رينال ارتري يعني شريان كلوي. واي الازرق ده اسمه رينال فين، يعني وريد كلوي. حلو، قلت له حلو. عايز يقارن ما بينهم حسب كميه اليوريا، مين في يوريا اكتر؟ قلت له يا عم الحاج دلوقتي احنا بيكون داخل عندنا الرينال ارتري ده محمل بالويستس، فهنا ده نسبه اليوريا فيه كتير لانه لسه داخل الكليه، اتجاهه توورد كدني. اما الرينال فين بيكون ايه؟ خارج من الكدني، اوت اوف كدني، طالع من الكدني. يعني ايه؟ قلت له يعني ده بيكون فيه بيور بلد او بيوريفايد بلد، نسبة اليوريا فيه هتكون قليلة جدا. هو عايزك تقارن هنا حسب كميات اليوريا، فهقول له ان اكس has larger amount of urea than y. ده بالنسبة ل 24. 25 بيقول لي بعد كده what is the expected result لبيرسون who doesn't drink enough water، ما بيشربش ميه كويس، حسب الاوزمولاريتي بتاع البلاد بلازما. الاوزمولاريتي قلت لك هي العطش، او تتكلم عن نسبه الاملاح. واحد ما بيشربش ميه كتير، انت عارف ساعتها نسبه الميه في جسمه ايه؟ نسبه الميه في جسمه قليله. طب ولو نسبه الميه في جسمه قليله يبقى تركيز الاملاح في جسمه ايه؟ عالي. ولو تركيز الاملاح في جسمه عالي يبقى عنده اوزمولاريتي عاليه. قلت لك قبل كده اوزمولاريتي او اوزموتيك بريشر ليها علاقه بالعطش. انا ما بشربش ميه كتير يبقى العطش في جسمي هيزيد، يعني الاوزمولاريتي هتزيد. بس يبقى الاجابه هنا هقول له ان الاوزمولاريتي of blood plasma increases. بص بقى للسؤال اللي جاي 26 ده بيقول لي ايه؟ كمية الووتر بتأثر على لون اليورين. حقيقي يا جماعة، لو كمية الووتر في اليورين قليلة هتلاقي ان اليورين لونه غامق شوية، تلاقي ان هو عنده دارك كلر. اما لو ما فيهوش ميه او لو في ميه كتير هتلاقي لونه فاتح. يبقى تاني يا جماعه كميه الووتر بتختلف طبعا من وقت للتاني حسب انت شارب ميه كتير ولا لا. يعني مثلا في وقت السحور احنا بنقعد نشرب ميه كتير عشان انا خايف ان انا هصوم بكره وبتاع فهعطش، فانا هقعد اشرب ميه كتير. ساعتها تبص تلاقي ان معظم المرات وانت رايح الحمام تلاقي ان الميه فاتحه جدا، اليورين فاتح جدا.
ليه؟ علشان في ميه كتير. يبقى هنا اقول له when water of urine increases، هتبص تلاقي ان احنا بيبقى عندنا ايه؟ بيل يورين، يعني يورين فاتح. وفي نفس الوقت if water amount of urine decreases، هتبص تلاقي ان احنا بيكون عندنا dark colored urine، يعني لون اليورين بيكون ايه؟ غامق اكتر. سؤال 27 بعد كده بيقول لي the following figure represents transmission of nerve impulse، ده هنا نقل اشاره عصبيه. عايز يعرف what is the number and the name of the structures that receive acetylcholine. طبعا هو اللي بيستقبل acetylcholine هو الريسبتورز بتاعته. هي فين بقى الريسبتورز؟ الريسبتورز اكيد موجوده على البوست ساينابتيك اللي هو تحديدا هتكون رقم 5. طب مين اللي فيه نيورو ترانسميتر؟ اللي فيه نيورو ترانسميتر هو الساينابتيك فيزيكلز اللي هي رقم كام في الصوره؟ قلت له يا مستر اللي هي رقم 1 اهو. احنا دلوقتي عندنا 1 ده هو الساينابتيك فيزيكلز، والمثلثات اللي جوه دي هي الاسيتايلكولين. طبعا رقم 4 دي هنشوف دلوقتي ايه اللي هو الكالسيوم يعني، بس هنشوف. بيقول لك which arrow A or B represents direction of nerve impulse. طبعا ده نمبر B هو اللي بيمثل الدايركشن اوف نيرف امبلس. ليه بقى؟ لان احنا المفروض عندنا ده بري ساينابتيك واللي تحت هنا بوست ساينابتيك، والاشاره بتبدا تنتقل من هنا لهنا. الاسيتايلكولين بيعدي من هنا لهنا، وبالتالي الاتجاه الصح هيبقى نمبر B. What is the importance of structure number 4؟ نمبر 4 ده يا جماعه الكالسيوم. ايه دوره؟ قلت له والله بص، هو الكالسيوم دوره ان هو بيدخل يحرر الاسيتايلكولين، ريليزز النيورو ترانسميترز. طبعا زي مين؟ زي الاسيتايلكولين. منين يا عمي؟ قال لي from the synaptic vesicles. وساعتها so the nerve impulse is transferred أو is transmitted to next cell إلى الخلية المجاورة أو اللي هي المقابلة ليها. نروح بعد كده لكويستشن نمبر 28. بيقول لي في جراف بيوضح النيرف فايبر اللي بتتأثر بستيمولس. What does the state represent at A and B؟ طبعا ايه يا جماعة؟ ده بيمثل حالة polarization، وده ساعتها البوتنشال ديفرنس كان نيجاتيف 70. وهتبص تلاقي بقى ان الكالسيوم او ان الصوديوم قاعد يدخل لحد ما خلى ان نمبر سي ده هتبقى حالة من الدي بولاريزيشن، وده اقصى دي بولاريزيشن كمان. السؤال رقم 29 بيقول لي، وده اخر سؤال، ايه اللي هيحصل لو غاب الكالسيوم من الساينابتيك كليفت؟ طبعا الساينابتيك كليفت هي المنطقه دي. لو غاب فيها الكالسيوم كده الاسيتايلكولين مش هيطلع من مكانه، وبالتالي النيرف امبلس doesn't ترانسفير. يبقى اقول له هنا ان الاسيتايلكولين او النيورو ترانسميترز يعني molecules are not released، مش هينطلقوا، والنتيجه لكده so the nerve impulse، وبالتالي الإشارات العصبية are not transmitted، لن يتم نقلها. يبقى كده مش هننتقل إلى النكست نيورون. ده كده كانت أسئلتنا النهاردة، وكده الدرس بتاعنا خلص. يلا بقى تروح تحل الكويز، وإن شاء الله أشوفك في الفيديو اللي جاي. بالتوفيق يا شباب، مع السلامة.